الشيطان الملك بيصحى بعد 500 سنة في وسط العيلة اللي قتلته قبل كده، وقرر ينتقم من الجميع. براجل بيسأل واحدة اسمها كاتارينا لو كانت تعرف إن قلعة تيلمان اللي احنا شايفينها من بعيد ما وقعتش في إيد أي عدو ولا مرة على مدار 200 سنة. ونعرف إن اسم الراجل ده سيمون، وهي تسأله هو بيقول إيه فجأة كده، وبتقول له إنهم لازم يمشوا من هنا، وإنهم أصلا مش مفروض يكونوا في المكان ده من البداية. فهو بيرد عليها وبيقول لها إن مفيش حد هيبقى هنا دلوقتي وإن الدنيا أمان، وهي تحاول تقول له إنها محتاجة تخلص شغل التنظيف بتاعها. فيقول لها إن الموضوع مش هياخد وقت وإنه كان نفسه يوريها المنظر من المكان ده عشان المنظر بيبقى حكاية في الوقت ده من اليوم. هي تسأله هو إيه اللي يفرق لو المنظر حلو ولا لأ، وتقول إن ده أصلاً أرض النبلاء اللي هم مش هيعرفوا يعيشوا فيها. فسيمون يقول لها إنه يمكن يقدر يشتري بيت هنا عشان هو هياخد ترقية ويبقى ساحر مستوى متوسط المرة دي، وإنه كتب بحث عن جولم جديد، وكبار السحرة عجبهم جداً وقالوا له لو الشيخ الكبير وافق عليه كمان يبقى هيرقوه غالباً. ولما يترقى حتى لو مش هيبقى بيت كبير هيبقى كفاية إن الاتنين يعيشوا فيه مرتاحين. وساعتها هي بتتفاجئ بالكلام ده، وبعدين هو يطلب منها تتجوزه، وبيقول لها إنها عانت كتير عشانه طول السنين اللي فاتت، وإن من دلوقتي هيخليها أسعد واحدة في الدنيا. هي ساعتها بتدلع شوية وبتقول له إنه قبل ما يتكلم بالكلام ده الأحسن إنه يبقى ساحر مستوى متوسط الأول. فيناديها إنها شريرة، وهي تضحك وتقول له إنها بتهزر، وإنها ما كانتش متخيلة إن اليوم ده هيجي ليهم، وهي بتسند راسها على كتفه. وسيمون بيقول إنه كان فاكر إنهم أخيراً هيبقوا سعداء عشان هو تعب وشقي عشان ساعدتهم. لكن الحقيقة المرة بتظهر لما الشيخ الكبير بياخد الفضل كله في شغله عن الجولم. واحد تاني بيقول إن البحث اللي اتكتب هيغير العالم، والشيخ الكبير بيكلم دوق وبيقول له إن الكلام ده مجاملة زيادة، وإنه كله بفضل استثماره اللي من غير حدود. وسيمون قاعد سامع الفضل كله بيتاخد منه وبيبدأ يفصل عنهم، بس في الحقيقة جواه غضب وبيقول إن معتقداته كانت غلط. حتى لو اشتغل وتعب طول عمره مش هياخد حقه وهيفضل يتاكل ببطء. الضوء بعدها بيسأل الشيخ الكبير عن الطلب اللي طلبه منه، والشيخ بيقول له إنه منسيش، وبيسأله لو هو فعلا موافق عليها بما إنها مجرد بنت من أصل وضيع. وبيدخل شوية حراس الأوضة وسيمون بيبص وبيلاقيهم جايبين كاتارينا بالعافية، ووشها باين عليه إنها متبهدلة وخايفة جدا. وسيمون يتفاجئ عشان هو ما كانش متوقع يشوفها هنا خالص، ويقعد يتفرج عليهم وهم بيودوها قدام الدوق. وسيمون يبدأ ينهار وبيقول إنه تعب من إنهم دايسين عليه كده طول الوقت. والدوق بيقول إنه سمع إنها كانت مشهورة بجمالها وفعلا طلعت زي ما توقع. والشيخ الكبير يقول إنه لو كانت من أصل نبيل كانت عاشت حياة مختلفة تماما. وسيمون يبدأ يتعصب وبيقول إن كل حاجة هو عاش عشان يحميها بتتسلب منه، ويسأل نفسه هم إزاي عايشين مرتاحين كده وهم بيدمروا الناس اللي حواليهم. وبنشوفه بيجهز لهجوم سحري ودموعه مالية عينه، وبيجري ناحيتهم وبيقول إنه مش هيسيبهم ياخدوا كاتارينا منه. والشيخ الكبير يبدأ يتضايق وهو بيجهز سحر البرق بتاعه، بينادي عليه وبيقول له يا شبل صغير، وبيسأله هو فعلا مش عارف مكانه فين، وبيقول له إنه ما يسواش أي حاجة وإنه مجرد زبالة. وبعدين يضربه بسحر البرق ونضارة سيمون تتكسر وهو يبدأ يقع على الأرض. كاتارينا تبدأ تعيط وتصرخ وبتترجاه إنه يقوم، وكل اللي قدر يعمله إنه يمد إيده ليها وهي بتتسحب بعيد عنه. وبعدين المشهد يسود خالص وبنلاقي فجأة إنه في وقت عدى وسيمون قاعد على ركبته شكله متحطم جوه زنزانة. الحاجة الوحيدة اللي معاه شوية فران وعينه ما فيهاش حياة خالص. بيقول إنه ما كانش في إيده يعمل حاجة، يشيل فار من على الأرض والفار يبدأ يتنفض في إيده، وبنشوف إنه حتى كان بيعلم على أيامه على الحيطة. واحد من الحراس يجي يطعنوا فيه بالعصاية بتاعة الرمح ويضحكوا عليه ويقولوا شكله ناوي ياكل الفار، ويقولوا كمان إنه خلاص ما بقاش ليه لازمة حتى لو كان ساحر من برج السحر. ويبدأوا يتريقوا عليه ويقولوا له لو ساعدهم في استدعاء الجولم هيفرجوه عنه على طول. وطبعا سيمون ما يردش، ويسألوه هو سمعهم ولا لأ. التاني بيقول إنه فعلا اتجن بعد ما الست دي ماتت، وبعدين يقرروا يسيبوه يمشوا وبيبدأوا يتكلموا عن موتها، وبيقولوا إن كاتارينا انتحرت عشان تحمي نفسها من الضوق بعد ما اتبعته ليه، وبيقولوا إنها كانت خسارة عشان كانت حلوة قوي عشان تموت. وسيمون ساعتها يرفع صباعه على بقه ويعض في ضفره ويخلعه لحد ما الدم ينزل، وبيقول لها إنه آسف إنه ساب الحاجات دي تحصل ليها. وبينما الحراس راجعين بيلاحظوا إن الفيران بقت متوترة ومتوترة كأنها مستنية حاجة، عشان كلهم باصين لفوق كأنهم متوقعين حاجة. فالحارس التاني يفهم إن في حاجة غلط ويقول لزميله يطعن واحد فيهم، وأول ما يطعن واحد بنشوف دايرة سحر مرسومة على بطن الفار، وساعتها يفهموا إن في مصيبة وإن دي الفيران بتاعت سيمون من زنزانته. ونشوفه بيستعمل دمه عشان يرسم حاجة على الأرض، وهو بيقول إنه كان ضعيف من البداية وده اللي هيغيره دلوقتي. الحراس يجروا عليه ويقولوا له يبطل اللي بيعمله، وسيمون يرد إنه مش هيبطل وإن ده مش جرد البداية. ولما دايرة السحر بتاعته تكمل
يحط كفه فوقها ويبدأ يمتص طاقة الحياة من الفئران اللي حواليه. وسيمون بيقول لو كان قوي من الأول عمره ما كان خسر كاتارينا. وكل فار من الفئران اللي في الدايرة بتاعته يبدأ يضحي بنفسه والطاقة تتجمع في النص. يحصل انفجار وسيمون يخرج من زنزانته، ونشوف إن معاه جولم عملاق وراه، وده نفس الجولم اللي كان قايل عليه في البحث اللي الشيخ الكبير سرقه منه. سيمون يبص للحراس ويقول إن ده نفس الوش اللي كانت عاملاه كاتارينا، وهما مرعوبين وبصين لفوق على الجولم. وسيمون بيقول إنه كان بيدور على سبب يخليه عايش، ودلوقتي بقى فاهم. الجولم يضرب الحراس ويقتلهم، وبعدها يخبط في الحيطة ويدمرها. سيمون بيقول إن السبب كله إنه ياخد انتقامه من العالم اللي ما قدرش يخليهم يعيشوا سوا في سعادة. ولقينا كمان إن عنده جولمز أكتر بيهددوا برج السحر. وهو ماشي وسط الخراب بيكلم كاتارينا وبيقول لها ما تقلقيش، هو مش هيبقى ضعيف تاني، هيجيب أي قوة يقدر يمسكها بإيده، ومهما كان التمن هيغير كل حاجة. وعينيه شكلها مجنونة تماما. وبعدين نشوف سحر البرق بتاع الشيخ الكبير وهو بيحارب، وفجأة ظل كبير يغطي عليه، وهو مش غير سيمون راكب على الجولم الأصلي اللي عمله جوه السجن. الشيخ يسأله لو اتجنن، وبيقول له ازاي يجرؤ استعمل السحر الأسود، وإنه واحد من خدام الرب ازاي يوقف في صف الشياطين. سيمون يبصله بنظرة باردة وجامدة ويقول له ايه أهمية الكلام ده دلوقتي. والدوج يبدأ يجري وبيقول له بالله عليه يسيبه، وإنه يقدر يخليه سيد المكان ده، ولو سابه يعيش هيعمل له أي حاجة هو عايزها. سيمون مد إيده وقال له إنه مش معاه القوة اللي هو فاكرها، وهو بيضربه قال له اللي مات ما يرجعش. وبص لكاتارينا وقال لها إن العالم اللي دمرهم ده هيدوق غضبه كله علشانها. بعدها بنشوف مشهد بعد فترة لواحد بيتكرم وبيتعمل له تتويج من الملك، ونعرف إنه البطل اللي اسمه لان. الملك بيترجاه إنه ينقذ العالم من الظلام، لأن من وقت ما سيمون ابتدى جنونه والناس سموه ملك الشياطين، وهو بيبيد البلاد ويموت الأبرياء، لحد دلوقتي دمر مملكتين ودوقية كاملة. مصير العالم كله بقى في إيد لان البطل. الملك بيطلب منه تاني إنه يخلصهم من ملك الشياطين، وإحنا شايفين أعلامهم مرفوعة في السماء. لان بيبص لسيفه وبيرفعه وبيخطب في الجنود. يا أبطال إمبراطورية أرتينيا العظيمة! نور الإمبراطورية بدأ يضعف، وظل ملك الشياطين بيغطي قارة لوآيسيا كلها. بس إحنا مش هنقعد ساكتين، علشان أهلنا وعلشان العالم كله. النهاردة هنقضي على ملك الشياطين ونبقى الأمل الأخير اللي بيحمي الدنيا دي. فلاش باك بيرجعنا لكاتارينا وهي بتسأل سيمون، ها سمعت اللي حصل؟ إزاي يعقل يقطعوا إيد كسل علشان سرق عيش؟ سيمون قال لها تهدي صوتها علشان محدش يسمعهم. قالت له اللي عندهم سلطة بيعملوا كده علشان عمرهم ما جاعوا. ليه طفل يتعاقب العقاب الوحشي ده علشان الطبقة اللي اتولد فيها؟ وكانت حزينة وقالت إنهم كمان ما اتولدوش في وضعهم ده بإرادتهم. سيمون بصلها بأمل وقال ممكن يجي يوم المكانة الاجتماعية ما تفرقش ونعيش كلنا أحرار ومتساويين. قالت له اليوم ده مش هيجي لوحده، لازم إحنا نبدأ التغيير علشان عيالنا في المستقبل ما يعانوش زينا. كتبه وقعت منه من الخجل وسألها ايه تقصدي بعيالنا؟ احنا لسه ما اتجوزناش. ضحكت وقالت ده مش المهم، وبعدين قالت له بس هنتجوز على اي حال. سيمون اتوتر وقال هنتجوز بس انا لسه مش مستعد. قالت له يعني ناوي ولا لا؟ رد طبعا ناوي. سخرت منه وقالت انت فظيع خجول جدا، انا ممكن اكون الوحيدة اللي ممكن توافق تتجوزك اصلا. الفلاش باك خلص وبنشوف قلعة ملك الشياطين وسيمون واقف قدامها. قال بصوت عالي كاتارينا خلاص قربنا، أخد وقت طويل بس العالم اللي حلمنا بيه خلاص هيبقى حقيقي. قدامه جيش لان بيقرب، الجنود ماشيين بتوتر وخوف باين في عينيهم. لان ندى على سيمون وقال له العالم كله غرق في المعاناة، وبدأ يهددهم ويقول كل اللي عملته هتتحاسب عليه النهاردة. سيمون ضحك في الأول وبعدين دخل في نوبة ضحكة عالية اتسمعت في كل الميدان. سأله بجد ناوي تحاسبني وانت شخص ضعيف كده؟ انت فعلا فاكر اني بخاف من واحد زيك حقير وكبان؟ لان قال انا هتأكد انك تتحاسب، ومعايا ابطال الامبراطورية علشان ينزلوا عليك الحكم، والنهاردة هنوقع الشيطان وننقذ عالمنا. لان دخل المعركة وهو بيصرخ هجوم، والجنود كلهم مشوا وراه وابتدت المعركة. سيمون سأل هم مين عشان يحكموا عليا؟
وقال أنا اللي المفروض أكون القاضي. وقال كمان اليوم اللي خسرت فيه كاترينا العدالة ماتت، وهو بيخبط عصايته في الأرض وبيكون دايرة سحرية تحتها. وكأن الزمن اتجمد للجنود اللي بيهاجموه. سيمون قال إنه ما بقاش مؤمن بالأوهام دي، وإنه هيوريهم الحاجة الوحيدة اللي لسه بيؤمن بيها. كل الجنود فقدوا السيطرة على أجسامهم، وإحنا شايفين طاقتهم الحياتية بتتسحب بالكامل من طقس سيمون السحري. بنفس الطريقة اللي استدعى بيها الجولمز قبل كده، الجنود تقريباً اختفوا تماماً. الجولمز بعد قامت قامت من طاقة جثثهم وصرخت صرخة خلت لان يرفع سلاحه ويحط نفسه في وضع الاستعداد. سيمون ابتسم له بسخرية وقال له بص، النهاردة هو يوم ولادة العدالة الحقيقية. وقال له كمان ارمي إيمانك الكذاب، لأن النهاردة بداية عهد جديد، عهد أنا اللي هحكمه واللي هدمر فيه كل النبلاء في العالم ده. ولما الجولمز كتروا، واحد منهم رفع قبضته في الهواء، واحنا شايفينه بيقبض على مجموعة من الجنود ويعصرهم لدرجة إنهم بقوا عصير بشر. الجنود التانيين اللي شايفوا أصحابهم بيتسحقوا ابتدوا يخافوا، لكن فهموا إنهم لو انسحبوا دلوقتي يبقى خلاص مفيش مستقبل ليهم. عيون سيمون كان فيها حزن بسيط وناداهم بالأغبياء، وقال إنهم مجرد زبالة، وقال كمان إنهم متمسكين بالمكانة الاجتماعية بتاعتهم، وده مش هيمنعهم من الهلاك. بس هو مش ناوي يرحمهم، وقال إنه هيتأكد إنهم هينقرضوا من اللحظة دي. لان جاهز نفسه للهجوم وصرخ مش هسامحك. سيفه اتغطى بهالة صفرة وهو بيطير في الهواء وبيقطع واحد من الجولمز في ضربة واحدة ودمره فوراً. سيمون اتفاجئ إنه اتغلب بضربة واحدة وقال ده أكيد السبب اللي خلاني ما أقدرش هوقع مملكة ليفيا. مهما بعت جولمز كله كان بسبب لان. سيمون بصله بنظرة اشمئزاز، بس لان ملامحه كانت واضح إنه بس بيعمل اللي لازم يتعمل. سيمون أعلن إنه هيتأكد إن لان يموت النهاردة، وابتدت حرب شاملة ما بينهم. جيش سيمون كان من الجولمز وجيش لان من البشر. بعد كده ساحة المعركة سكتت فجأة، وكل الأسلحة المكسورة كانت مرمية على الأرض والدم في كل حتة. دلوقتي ما بقاش فاضل غير سيمون وجولم واحد، ولان كان تعبان جدا لدرجة إنه متسند على سيفه. بص على سيمون وقال له هنهي كل ده دلوقتي. حتى الجولم اللي ورا سيمون بدأ ينهار. ورا سيمون الجولم بدأ يتفكك. سيمون نادى على لان وهو رافع سيفه. سيمون قال له انت مش عارف العالم قد ايه فاسد، ولو ما كنتش انا. واحنا شايفين دموعه بتنزل وهو بيبصله بنظرة ندم. قال كمان انا كنت ناوي ابدأ كل حاجة من الجديد بعد ما طهر العالم. ولعن لان وقال له نسلك كله هيعيش في معاناة طول حياته. ودموعه بدأت تتحول لدم، ولان شد قبضته على سيفه ووجه له ضرب أخيرة بكل الهالة اللي فضلاله، وقطع دماغ سيمون وكمان دمر بقايا الجولم اللي وراه. واحنا شايفين دماغ سيمون بتطير في الهواء وبيفتكر كاترينا وبيقول لما كنت بضحك بالشكل ده وأنا معاها كل همومها كانت بتختفي. وقال إن دي اللحظة اللي بتكون فيها أسعد واحدة في العالم، وهي كانت ماسكة وشه ووقفت على أطراف صوابعها وبسته وقالت له إنها بتحبه. اللحظات دي هي اللي كان بيفكر فيها وهو بيموت. فجأة صحي مفزوع وبإيده ماسك رقبته وسأل هو كل ده كان حلم؟ دماغي لسه مكانها؟ مسح العرق من على وشه وقال إنه عنده صداع فظيع ومفيش أي جرح في إيده، واستغرب اللي بيحصل وبص حواليه لقى نفسه في أوضة غريبة وقال لنفسه أنا فين؟ في بلد تانية؟ أنا عشت إزاي أصلا؟ حتى السحر الأسود مش بيرجع حد للحياة، ولو كان ينفع كنت عملته زمان. إزاي أنا لسه هنا؟ وبعد كده اتفاجئ بحاجة وهو بيبص على حيطة، شاف صورة فارس مألوفة وكانت صورة لان. سأل نفسه ليه صورته هنا؟ وبعدين كبير الخدم دخل وناداله يا فندم أخيرا فقت، وحضنه وقال له أنا كنت قلقان جدا، أنت ما نمتش من أسبوعين، كنت فاكر إننا خسرنا آخر فرد من نسل الآن. سيمون سأله يعني إيه يا فندم؟ مين أنت؟ الخدم اتوتر وسأله أنت مش فاكرني؟ وركع على الأرض وقال يبقى الحادثة أثرت على ذاكرتك وأنا السبب لأني ما خدتش بالي منك. وبدأ يعيط ويقول له هقولك شوية حاجات بسيطة يمكن تفكرك، ممكن يكون مؤقت وهتفتكر لما أبدأ أشرح لك. وقال أنت هتبقى اللورد بتاع المكان ده، وأنت وارد آن في كونتي من إمبراطورية باروك، وكمان حفيد البطل العظيم لان، اسمك لوك لان. سيمون اتصدم وقال يعني أنا مت من 500 سنة ودلوقتي بقيت حفيد عدوي؟ نزل منه عرق بارد وعلى طول بدأ يجري. والخدم اتفاجئ. الخدم قال له انت ما ينفعش تتحرك كده في حالتك. بس سيمون تجاهله وقال هو انا المفروض اصدق الكلام الهبل ده؟ انا شكلي مغفل؟
مسك مقبض الباب وقال الكلام ده ملوش أي منطق، وفتح الباب بسرعة وبص من البلكونة. سيمون صرح وقال مفيش فرصة إن ده يكون حقيقي، بس اتفاجئ لما شاف جولم ضخم جدا لابس درع قدامه. سيمون فقد التوازن شوية وقال ده حقيقي، وقال بس أنا شفته بعيني، يبقى كل اللي قاله كان صح. وقال من شكله المعقد كده واضح إن السلاح ده متطور بكتير قوي عن سحر الجونز، السحر اللي أنا زمان كنت بس أتخيله دلوقتي واقف قدامي. الخدم نادى عليه وسيمون سأله أنت اسمك إيه؟ قال له هانس، وأنا الخدم بتاعك. سيمون سأله أنا شايف إيه بالظبط قدامي؟ هانس رد ده اسمه جيجنت، سلاح بشري ضخم بيمشي على رجلين. سيمون سأله مصنوع بسحر الجونز؟ هانس قال نصه صح، الجيجنت معمول بتكنولوجيا علمية اسمها هيكس تك، ومتوصل بالسحر بفضل التقدم في التكنولوجيا، على عكس الجولمز اللي بتتحكم فيها عن بعد. الجيجنت بيبقى فيه طيار جواه هو اللي بيقوده. سيمون قال صعب اصدق ان في شخص بيكون جواه. هانس قال ده حقيقي. سيمون بدأ يفكر وقال ده محتاج تكنولوجيا متطورة جدا عشان حد يعرف يقوده، بس لو كلام هانس صح يبقى ده سلاح عظيم فعلا، يعني تقدر تحمي نفسك في المعارك الخارجية وكمان ترد بسرعة على أي حاجة، على عكس الجولمز اللي بتتحكم فيها عن بعد. ده بيحل كل المشاكل اللي كانت عندي زمان مع الجولمز. بس هانس كان مستغرب إن سيمون مهتم كده. بعد كده سيمون رجع للأوضة. هانس نادى عليه وسيمون وقف وقال لو ده حقيقي يبقى فعلا عدى 500 سنة، بس ليه اتولدت حفيد عدوي؟ وبدأ يسمع صوتهم بيجروا في البيت وهانس بيصوت باسمه وراه. وسيمون وقف قدام مكتبه بيشرب من الزجاجة وهو بيقول له أنا حفيد لان صح؟ هانس قال أيوة، بس إيه المشكلة؟ سيمون قال يعني المفروض أبقى صحتي جامدة عن معظم الناس صح؟ لكن فجأة حس بألم شديد ووقع على ركبته، وهانس اتخض. سيمون بدأ ينهج، وهانس قال له أنا حاولت أحذرك بس في لعنة. سيمون قال له لعنة إيه؟ هانس رد كنت متوقع ده يحصل، بس هو فعلا مش فاكر أي حاجة. سيمون قال له يلا اتكلم وطلع اللي عندك. هو بدأ يهرج ويتكلم بطريقة بايخة، وسيمون قال له خش في الموضوع على طول. هانس قال إن اللورد لان اتشكر على اللي عمله عشان ينقذ العالم، بس مات بسرعة بسبب لعنة سيد الشياطين. سيمون استغرب وقال هو بيتكلم عن إيه؟ هو أنا فعلا عملت كده؟ افتكر إنه قال إن كل نسله هيعيشوا حياتهم في عذاب، وفضل يسأل نفسه هو يقصد دي؟ بس هو كان بيقول الكلام ده عشان كان متعصب، ودلوقتي شايف إن ده كان محرج، ومش مصدق إنهم صدقوا الكلام ده. بعد كده القصة اتقالت من تاني. من 500 سنة العالم الهادي كان بيواجه خطر ممكن يدمره، واللي هو سيمون سيد الشياطين. السحر المظلم بتاعه كان بيخليه يخلق جولات أقوى من جيش كامل، وكان بيقضي على آلاف الجنود بحركة واحدة من إيده. وبكده كان باين إن سيد الشياطين هيسيطر على العالم. بس بفضل المحارب الطيب لان العالم رجع للسلام تاني. إنما سيد الشياطين قبل ما يموت رمى لعنة على لان، خلت لان وكل نسله يموتوا موتة بشعة وهم لسه صغيرين. سيمون قفل الكتاب واتنهد وقال هم فعلا ألفوها بطريقتهم، أنا أصلا ما رمتش أي لعنة من الأساس. هو في حد يصدق إن في لعنة تعيش كل السنين دي؟ وبعدين فكر شوية وقال أنا السبب لإني خسرت، بس ليه اتولدت من نسل لان من الأساس؟ حاسس إني أنا اللي اتلعنت هنا. وبعدين بدأ ياخد كتاب وبعده كمان واحد، وقال طالما دي فرصة تانية ليا ما ينفعش أقابل كاترينا بالشكل ده. العالم الفاسد ده استمر 500 سنة كمان، يعني أكيد بقى فاسد أكتر بكتير دلوقتي، لأن مهما مرت السنين أكيد مش كل أتباعي اتشالوا، ولازم أتعلم أكتر عن الزمن ده دلوقتي، عشان لو قدرت أتجمع مع أتباعي المرة دي فعلا هغير العالم. تاني يوم بنشوف العملاق لسه واقف بره البيت، وبنطلع لأوضة سيمون فوق وهو بيحط كتاب تاني، لسه بيشرب خمرة وبيقول مش هعرف ألاقي أتباعي. بعيد عن إني ما عنديش أتباع، الناس تقريبا نسيوني خالص. حتى لو عدى 500 سنة مفيش حتى أي أثر لوجودي، وكمان جسمي ما فيهوش معنى ولا طاقة، هعمل بيه إيه؟ وهو بيحاول يمشي رجله تلوت ووقع على وشه، وقال
أنا جاي هنا عشان أعمل إيه؟ قبض إيده من الندم ونادى على كاترينا وقال: هو أنا محكوم عليا أفشل في الحياة دي كمان؟ أنا كل اللي كنت عايزه أخلق عالم كله مساواة وسعادة. وفجأة سمع صوت راجل بينادي على الأستاذ الصغير، وده خلاه يتفاجأ. بص لقى الباب بيتفتح، وهو واقف مش فاهم فيه إيه، مستغرب من الدوشة اللي بره. خرج للبلكونة وسمع صوت راجل بيقول: هو ناوي يفضل يتهرب مننا لحد إمتى؟ الراجل بيكلم هانس وباقي الناس اللي احنا لسه ما تعرفناش عليهم، وبيقول لهم هو والتجار التانيين مش هيرجعوا خطوة لورا غير لما يقابلوا السيد الصغير. الراجل ده من ربط التجار ألون، وبالتعديد هو مدير فرع واسمه دارن. سيمون استغرب كده وقال لنفسه: يمكن عليه ديون. وابتسم بسخرية وقال: فعلا أحفاد لان عايشين أيام صعبة. دارن قال له إن المبلغ 30,000 بيسو، وإن لان استلفهم السنة اللي فاتت علشان يطور منجم، بس من ساعتها وهو بيتهرب منهم. سأله: هو حتى كان ناوي يسدد من الأول؟ أنا مش قادر أكمل كده. هانس حاول يهديه وقال له إن السيد الصغير حالته الصحية مش مستقرة ولازم يرتاح وهم هيلاقوا طريقة تانية للسداد. بس دارن رفض وقال لازم يسمعوا من السيد الصغير بنفسه. هانس والباقيين بدأوا يتوتروا، ودارن قال من رد فعلهم شكله مش هيقدر يسدد دلوقتي. وقال كمان إن 30,000 مش رقم صغير، بس هو جايب لهم عرض واقترح عليهم يسلموه الجايجانت اللي عندهم في البيت، وقال إنها غالباً ما تسويش المبلغ أصلاً علشان مستعملة، يعني هو بيعرض عليهم عرض ممتاز على حد قوله. واحد من الرجالة صرخ وقال له إن ده مستحيل، لأنهم عندهم 3 بس في البيت كله، وسأله إزاي المفروض يدافعوا عن أراضيهم كده. وبعدها اتعرفنا على قائد الفرسان وده اسمه روجرز. روجرز قال له إنه مش هيسمح بكده، وإن لو عايز ياخد الجايجانت لازم يقتلوا الأول لأنهم جزء أساسي من دفاعهم. هانس حاول يهديه، وبعدين اتعرفنا على المحاسب اللي اسمه ديكسون، واللي قال إنهم بدل ما يوافقوا على العرض يرفعوا الضرايب شوية بشكل مؤقت. هانس تنهد وقال له: هو أنت مش شايف حال الناس؟ إحنا أصلاً مش قادرين نحافظ على اللي فاضل عندهم. ديكسون قال: الطريقة الوحيدة قدامنا دلوقتي هي تسليم الجايجانت. روجرز رجع يصرخ وقال له إنه قال قبل كده إن ده مستحيل. سيمون بدأ يضحك وقال: يا سلام، بيت ممتاز فعلا، لان نفسه كان هيتقلب في قبره من اللي بيحصل. دارن قال لهم يهدوا وإنه فعلا عايز يستولي على الجايجانت اللي في القصر، بس مش عايز الناس تفتكر إنه الراجل اللي سرق من بيت البطل العظيم. وبدأ يشاور على الجايجانت وسألهم: مش ممكن اخده امشي؟ روجرز قال له: انت بتتحذر، انا قلت لك لا. بس دارن رد وقال: اعتقد انك فاهمني غلط، انا مش بتكلم على الجايجانت، انا قصدي على برج السحر اللي وراه على طول. الكل اتفاجئوا، وروجر قال ان اقتراح برج السحر اختيار افضل بكتير من الجايجانت. حتى هانس قال محدش بيروح هناك اصلا. ديكسون قال انه كان بيجي منه دخل زمان كمعلم سياحي، بس دلوقتي ملهوش اي لازمه. سيمون سأل: يعني ايه؟ وبدأ يبص للبرج، وفجأة اتعرف عليه، ده برج السحر بتاعه هو، وما قدرش يصدق إنه لان بنى بيته بالظبط فوق المكان اللي قتلوا فيه. سيمون قال: من 500 سنة في نفس مكان البرج كنا أنا وكاترينا عايشين هناك. البيت كان قديم ومتهالك، بس كان بتاعنا وكان مليان ذكريات حلوة. بالنسبة لنا كان بيت صغير مريح بنحلم فيه مع بعض. وبعدها نسمع دارن بيقول إن الأرض اللي حوالين مرج الشيطان بقت جزء من أراضي شركتها. بس سيمون كان غاضب جدا وقال: إزاي يتجرغوا ويحاولوا ياخدوا المكان ده؟ دارن كمل كلامه وقال لهم ما يقلقوش، لأن قدرات شركته المتنوعة هتخلي البرج مزار سياحي مهم، وده هيحسن اقتصاد المنطقة. وبدأ يضحك. ديكسون سأله: أوقع فين؟ بس هانس وروجر كانوا مش واثقين. وفجأة الباب اتفتح بقوة، والكل اتفزع لما سيمون خرج من جوه وهو غضبان جدا. هانس سأله: انت ينفع تمشي؟ وسيمون بصله بحدة وقال له: ابعد من وشي. دارن قال له: صعبناها عشان نقابلك، انت خفيت خلاص، شركتي هتدير برج الشيطان. سيمون قال له: هو انت ما تعرفش غير تتكلم؟ اصلا انت فاهم المكان اللي بتحاول تاخده ده ايه؟ وبان عليه انه مولع من جوه. فضل يبص لدارن بحدة وقال له: ازاي تجرأ تحاول تسيطر على حاجة بتاعتي؟ دارن ورجالته بدأوا يكلقوا مستغربين من غضبه، لأنه شكله مختلف تماماً عن اللي كانوا سامعينه عنه. دارن حاول يبرر موقفه، لكن سيمون قطعه وقال له: نصاب، اسكت خالص. وقال له: انت خدت أرض في نص أرضي مش بعيد عن القصر الرئيسي، ونيتك توسع نفوذك وتسيطر تحت ستار التنمية. دارن اتفاجئ بشكل واضح،
وسيمون سأله: أنا قلت حاجة غلط؟ دارين اتوتر على طول وحاول يغطي على اللي اتقال وقال إن ده تفكير بعيد قوي. لكن سيمون قال له: أنت تافه، حتى الأسلحة المستعملة مش عارفين تبيعوها وعايزين تستولوا على أراضينا كمان. وقال له: أنا بكره الناس الغبية اللي جواهم شر زيك. دارين قال له: مش هسيبك تمسك الكفة لوحدك، وفي الحالات دي لازم أرد عليك رد أقوى. وصاح وقال: بيت لان مش قادر يسدد ديونه، علشان كده أنا كنت بحاول أراعيه وجيت بعرض محترم. شركتي لازم ترجع فلوسها بأي طريقة، أنا غلطان؟ سيمون سأله: أنت على أساس إيه فاكر إن إحنا مش هندفع؟ وقال له: هندفع خلال 10 أيام بكل الفوايد. وبعدها صرخ وقال له: اطلع من وشي حالا. وهو طالع منه طاقة قاتلة رهيبة خلت الكل يتجمد مكانه. واحد من رجالة دارين شهق من الخوف، ودارين ورجالته ركبوا العربيات ومشيوا. دارين قال له: مستني أشوفك فعلا هتوفي بوعدك ولا لأ. هانس قال: الناس دي كلها طبعهم واحد. وديكسون كان مصدوم إنه واقف أصلا، ونادى على سيمون وقال له: أنا مش مصدق إنك قلت الكلام ده. سيمون سأله: في إيه؟ وساعتها ديكسون وهانس وروجرز وقفوا وسلموا عليه وقالوا له إنهم متأثرين جدا بكلامه. هانس قال له: أنت عندك نظرة، عرفت خططهم من أول لحظة. روجر قال له: وأنا لما شفتك بتغضب علشان تحمي شرف أجدادك كان شيء عظيم. سيمون قال لهم: أنتوا بتتكلموا عن إيه؟ وروجر قال له: ما كنتش أعرف إنك فخور كده بالبيت ده. هو شاف إزاي التاجر الحقير ده ما قدرش يعمل أي حاجة قدام رد فعله العنيف، وساعتها شاف صورة البطل لان جواه. سيمون بيحب جدا إنهم بيقارنوه بلان، وبيقول إنه بالمنظر ده هيبقى ملك الشياطين تاني. هانس بعدها سأله سؤال، قال له: إزاي ناوي تسدد الديون؟ سيمون قال إن ده بيعتمد على قيمة ال30,000 بيسو الحقيقية. هانس رد عليه وقال إن بالمبلغ ده ممكن تشتري 10,000 شوال قمح، وإنه يساوي تمن واحدة من فئة المحاربين الجداد اللي اسمها جيجانت. دلوقتي هما ما عندهمش ضمان كفاية علشان يقدروا ياخدوا قرض من بنك أو حتى يدبروا فلوس بأي طريقة تانية. هانس سأله: عنده حل؟ سيمون قال له إن الكلام ده مش هيفيده بحاجة، ولو ده كل اللي عنده يقوله يبقى يبعد من قدامه، وقال إنه هيسدد الدين بطريقته وهم عليهم بس يقعدوا يتفرجوا. سيمون بدأ يلف في البيت بيبص على الممتلكات لقاها فاضية، وشاف إن البيت بيقع والوضع بتاع الأكل سيء جدا. لما رجع مكتبه رمى شوية ورق في الهواء وقال: هو ده مش نفس البيت اللي قتل ملك الشياطين؟ ولو كده ليه مفيش فيه أي حاجة؟ وسأل هانس إذا كان هو سرق كل حاجة مع الباقيين. هانس رد وقال لأ، وسأله ليه بيفكر كده أصلا، وقال له هيفهم لما يبص في شجرة العيلة. سيمون سأله ليه يشوف حاجة زي كده. هانس شرح له إنه بعد ما هيرو لان قتل ملك الشياطين اتكرم بلقب ماركيز وبنى أراضيه في جنوب مملكة ليفبيا. سيمون قال له يدخل في الموضوع على طول. الدوق باروك حرض على تمرد ضد مملكة ليفبيا، والفيكونت لان حارب ضده علشان ما قدرش يسكت على الظلم اللي بيحصل. بس الفيكونت اللي كان لسه متأثر بلعنة ملك الشياطين اتعرض لهزيمة ساحقة، وبعدها لقبه اتسحب واتنفى على الحدود، وهناك مات بسبب تدهور حالته الصحية بسرعة. سيمون قال إن كده كأنه لان ما كانش عايز يعيش في برجه، وإنه اتجبر يجي هنا. وكمل كلامه وقال: غير كل ده الوضع المالي تعبان جدا. وسأل إزاي الوضع ده استمر 500 سنة. هانس بان عليه القلق وقال إن في سبب. السبب إن أجدادنا كانوا بيأملوا يرجعوا المجد اللي فات. سيمون سأله قصده إيه؟ هانس قال له إنه علشان يرجعوا اسم العيلة من تاني أجدادنا كانوا ممكن يعملوا أي حاجة، حتى لو استهلكوا كل الممتلكات والسلطة وكل حاجة معاهم. كانوا عايزين يستعيدوا سمعة العيلة، بس بسبب لعنة الجيل اللي بتتنقل فيهم مهما حاولوا واجتهدوا محاولاتهم كانت دايما بتفشل، وده اللي وصل العيلة اللي كانت موطن البطل اللي أنقذ العالم للنهاية دي. وهو مش متأكد إذا كان سيمون فاكر ده ولا لأ، بس السبب اللي خلاه يفقد وعيه لأكتر من نص شهر كان بسبب حادثة جيجان. هو كان شغال ليل نهار علشان يرجع سمعة العيلة، وكان عايز يثبت إنه عنده صفات البطل، فضغط على نفسه زيادة عن اللزوم. سيمون بدأ يفكر في الموضوع، وبعدين أمن على الكرسي وراح للنفذة. هانس قال له إنهم متزنقين، وإنه حتى هو كخادم للعيلة مش قادر يساعده في حاجة، وبيقول له إنه آسف جدا على كده. ساعتها سيمون جات له فكرة، بس هانس قال له إنه أكيد في حاجة ممكن يعملوها، وإنه حتى لو اضطر يضحي بحياته هيلاقي طريقة يجمع بيها المبلغ ويسدد الدين. سيمون قال له إنه مفيش داعي لكده علشان هو لسه مفكر في فكرة، وقال له إنهم محتاجين يسددوا الفلوس بأي طريقة مهما كانت. بعدها المشهد بينقل على واحدة بتصرخ، وهانس وكل اللي في القصر اتصدموا حرفيا. روجرز كمان كان بيعيط وبيقول ازاي ده حصل. هانس كان شكله مذعور وبيقول مين كان ممكن يتوقع انه ياخد تمثال هيرو لان ويبيعه، حركة جامدة. هانس بيقول التمثال كان هنا امبارح، وبيفكر راح فين طول الليل. وبعدين بدأ يسأل هو فين الشاب الصغير، وبيقول انه لازم يبلغه الأول. واحد من الحراس جري عليه بسرعة وبيقول له انه في مشكلة. هانس بيقول له لو عن التمثال هو مش فارق معاه دلوقتي، وبيسأله الشاب الصغير فين. الحارس قال له انه مشي وقت ما الحراسة كانت في أضعف حالاتها.
هانس وقع على ركبته بيقول يا ترى إيه اللي بيخططوا لوك؟ بنشوفه في عربية كده واخد معاه تمثال لان. السواق بينادي عليه وبيقول له من غير ما يكون قليل الذوق يعني هو عايز يسأله سؤال. سيمون قال له مفيش مشكلة، بس سأله هو مين أصلا؟ الراجل ضحك كده بكسوف وبيقول هو نسي ولا إيه؟ وبتقدم فيليب فارس الحراسة بتاعه وسأله هو فعلا ناوي يبيع التمثال؟ سيمون قال له أيوة، وهيتباع بمبلغ حلو لو سيحناه. فيليب قال له إنه ممكن ده يكون مهم بالنسبة له، بس وراه 500 سنة تاريخ. سيمون حط رجله على العربية وقال له هو التاريخ ده هيأكلني؟ فيليب قال له حتى لو بعت التمثال مش هتعرف تسدد الديون كلها. سيمون قال له إن ده مجرد جزء صغير من الخطة. فيليب قال له حلو إنه عنده خطة أصلا، وإنه أكيد الكل هيبقى فاهم لما يسدد الديون. سأله إيه خطته؟ سيمون فكر كده شوية وقال إنه هيستعمل الفلوس اللي هيجيبها من بيع التمثال ويروح يآمر بيها كلها علشان يجيب الفلوس. فيليب اتجمد مكانه ووقف العربية وقال له إنه كان فكر إنه عنده خطة وده طلع حادثة سايبة. سيمون قال له أنت رخم ليه كده؟ جيت معايا من الأول لو جاي تعمل لي الشيخ وتنصحني؟ فيليب قال له أنت اللي صحتني مع الفجر، ولو كنت أعرف إنه ده اللي في دماغك ما كنتش مشيت معاك. وقال له إن الأحسن نرجع نطلب السماح ونفكر في حل أذكى. سيمون قال له أنت أهبل ولا إيه؟ فيليب قال له ليه يعني؟ سيمون قال له فكر فيها كده، لو رجعنا دلوقتي هبقى مضطر أشرح لهم أنا ليه خرجت بتمثال الجد العظيم، ولو السبب إني كنت رايح آمر مش هيغفروا لي وهيطردوني من العيلة. فيليب اتصدم جدا من الكلام، وسيمون قال له أنا شايف إن ده مش هيحصل علشان أنا لسه سيد العيلة الصغير، بس أنت هتبقى أنت اللي ترميت بره من غير حاجة، فاختار بعقلك وشوف إيه الأحسن ليك، تحب تبقى شحات في الشارع من غير ولا مليم، ولا بطل هيعيد مجد العيلة؟ وبعدين قال له تاني فكر كويس يا فيليب. فيليب كان متوتر جدا وفكر شوية وفي الآخر وافق على مضض وقال له إنه خلاص هيكمل معاه في السكة دي. سيمون قال له اختيار حلو. فيليب قال له لو كنت سمعت إن شخصيتك اتغيرت بعد ما فقت من الغيبوبة فأنت دلوقتي بقيت الشيطان نفسه. وأخيرا وصلوا المدينة ساحلية ولسه فاضل 5 دقايق على ميعاد مغادرة السفينة. الكابتن نادى على آخر ناس يركبوا، وفيليب سأل إحنا فعلا هنركب دي؟ سيمون سأله لسه عايز ترجع؟ وفيليب بسرعة حاول يوجهه إنه يركب، وأول ما حطوا رجليهم على السفينة خلاص وقت المغادرة جه. الكابتن ضرب الجرس وبدأ ينده للناس إن وقت الإبحار جه والسفينة خلاص هتتحرك في البحر. بعد شوية بالليل وصلوا المدينة اسمها لامار. دخلوا المينا وفجأة حد رمى كيس فلوس في إيد فيليب. فيليب زعق للراجل وقال له هو ده كل اللي هتدفعه؟ سيمون قال له يلا قدام ورينا الطريق. فيليب حاول يقنعه إنهم كانوا ممكن ياخدوا أكتر من كده، بس رجع قال ماشي مش بطال. والمنطقة اللي دخلوا فيها شكلها اتغير تماما. فيليب سأل سيمون انت جيت هنا قبل كده؟ سيمون قال له ايوه شوية كده، بس كانت غير كده خالص زمان. وقال ان اخر مرة جه هنا كانت الجزيرة فاضية عشان كان في كراكن بيمنع اي حد يعدي من البحر. تنهد وقال بقالي 500 سنة ما شفتش المكان ده، وقرر يسيب المزاج الوحش وقال كويس اننا جينا هنا. فيليب بقى متحمس أكتر وقال إنه مش عارف هو جه ليه، بس أكيد هيكون أحسن من اللي فاكره. وقال إن المدينة دي تاني أكبر مدينة في الجنوب في الإمبراطورية، والدنيا بتتغير بسرعة. كانت جزيرة محدش بيعرف يوصل لها عشان وحوش البحر، لكن مع تطور الهندسة السحرية الناس بدأت تسكن فيها. وبشكل طبيعي ساحة القمار كبرت جدا. فيليب سأله أنت متأكد إنك هتبقى تمام هنا؟ سيمون قال له لو ما كنتش واثق ما كنتش جيت أصلا. ولما وصلوا قدام الكازينو قال له يلا ندخل، بس فيليب قال استنى محتاج أجهز نفسي. سيمون سأله إيه يعني أنت واخد الموضوع على أعصابك كده ليه؟ فيليب قال أنت مش متوتر؟ إزاي تضمن تكسب؟ سيمون قال هي على حسب شخصيتك، القمار بيعتمد على النفسية. وسمعنا واحد بيقول ده مش كويس، وطلع إنه كسب وسيمون بيخسر كل رهاناته. الراجل سأله هتكمل؟ وسيمون ضحك بتوتر وقال له هو كده بجد؟ والراجل اللي بيكسب قال الحظ بيضحك ليا النهاردة. سيمون رد الحظ برضه مهارة. الراجل ضحك وقال له ده شرف كبير اني ألعب مع شاب جامد زيك. بس بعد كده قال له بس شكلك خلصت فلوس، نوقف اللعب بقى؟ سيمون قال له لا مستحيل نوقف. ونادى على فيليب وقال له يبدل كل اللي فاضل من الفلوس لعملات. فيليب قال له لو خسرنا دي كمان احنا كده فلسنا. سيمون قال له ما تترددش هات كله. الراجل اللي قدامه قال شكلك متوتر النهاردة. وسيمون قال انا هغامر بكل حاجة، كله على الرهان الجاي.
فيليب عيط وقال: إحنا اتدمرنا. الراجل سأله: أنت جاد؟ ده أول مرة ألعب لعبة حلوة كده، بس شكلك مرتاح. سيمون قال: القلق مش هيغير النتيجة. الراجل قال له: أنت جامد. وسأله لو يوروا بعض الورق، وشفناه بيشاور لست كانت ورا سيمون، وبعد كده قلب ورقه وقال: ملك الحظ في صف النهاردة، وبدأ ياخد كل فلوس سيمون. سيمون قال له: استنى، لازم أوريك ورقي أنا كمان. وقلب الورق بتاعه وقال: الغريب إن اللي معايا هو ده. اتبسط وسأله: إزاي؟ سيمون قال: المفاجآت هي متعة القمار، ومد إيده للراجل علشان يسلم عليه. فيليب بدأ يعيط وقال: أنا دايما كنت واثق فيك يا كابتن. الراجل ضرب إيده على الترابيزة وقال: مستحيل، جبت الورق ده منين؟ أنت عملت إيه؟ سيمون قال: بتقول إيه؟ بتتكلم عن الناس اللي ورايا اللي كانوا بيسربوا لي الورق؟ الراجل بدأ يعرق وقال لنفسه: إزاي عارف؟ سيمون قال: هكون عارف إزاي يعني؟ كل الناس اللي حوالينا دول رجالتي، وكنت شايفهم وهم بيسلموا ورق. بس هو فضل يقع في الفخ عشان يلمس كل ورقة، وساب عليها علامة منى سحرية. ولو هو بيتحكم في الورق بعلامات المنى السحرية، فبالنسبة له اللي كان بيقود جيش من الجولمز، الورق ده لاعب عيال يقدر يكسب أي ماتش من غير حيلة أصلا. سيمون ضحك وقال للراجل: يلا اعترف إنك خسرت. وقال: شغلنا النهاردة خلص، وكل اللي في الكازينو لازم يعلموا الولد ده يعني إيه أدب. وكل الناس بدأوا يطلعوا سلاحهم. سيمون قال له: ليه كل الأشكال شبه بعض حتى بعد 500 سنة؟ وقال: أنا صحيح مش بقوة زمان، بس برضو أقدر أواجه شوية عيال زي دول. بدأ يمد الطاقة في إيده وقال: يلا بينا. والناس هجمت عليه. فيليب قال له: انبطح، وطلع سيفه بسرعة وكسر سلاحهم منهم وبعترهم بعيد، وسألهم: إزاي ترفعوا سلاح على وريث عائلة لاكون؟ وقال لهم: كده انتوا بتحطوا حياتكم كلها على المحك. الراجل خاف وقال: أنا ارتكبت ذنب يستحق الموت. فيليب قال له: اسكت، إزاي تجرؤ تمد إيدك على الشاب اللورد؟ سيمون بدأ يفكر وقال: الموضوع ده مش سيء قوي كده. بعد كده لقينا فيليب شايل كيس فلوس تقيل، وقال: ده تقيل قوي، أكتر من 10,000 بيسو. سيمون قال له: طبعا. وبصله وقال: أنا كنت فاكر إنك شغال حمال، بس شكلك موهوب أكتر من ما توقعت. وقال إن المكسب النهاردة كويس، بس بعد اللي حصل ده صعب يروحوا كازينوهات تانية. وسأله: في مكان تاني نكسب فيه فلوس؟ فيليب فكر شوية وقال له: ممكن نروح ساحة الجيجنز. سيمون قال له: إيه دي؟ فيليب قال له: زي ما كانت في زمان ساحات للقتال بين البشر، دلوقتي في ساحات للقتال بين الجيجنز، وعلى حسب نوع المعركة نسبة الأرباح بتختلف، ولو لعبها صح ممكن يكسب 30,000 أو أكتر. سيمون قال له: أنا مهتم بالجيجنز، ولو فعلا معمولة بسحر الجولمز ممكن أقدر أتوقع مين اللي هيكسب. فيليب قال له: سيبها عليا، أنا كنت من أوائل الدفعة في أكاديمية الجيجنز العسكرية الإمبراطورية. سيمون قال له: ماشي، ورينا الطريق. وفيليب جراي مبسوط وبيقول له إنه المفروض يديله تقدير أكتر من كده. وهم ماشيين ناحية الحلبة سمعوا شوية حراس بيتكلموا مع ناس وهم بيركلوهم برجليهم، وكانت مجموعة أطفال كاملة. الحراس بيدوسوا عليهم وبيقول لهم: هو أنتوا هتسمعوا الكلام بس لما تموتوا ولا إيه؟ فيليب قال: إزاي يعملوا كده مع عيال صغيرة كده؟ لكن سيمون كانت دماغه في حتة تانية خالص. قال إنه حتى بعد 500 سنة مع إن الدنيا اتغيرت لسه في حاجات ما اتغيرتش، حاجات بتعفن أكتر وأكتر مع مرور الوقت. وبدأ يجز على أسنانه من الغيظ، وبعدين نادى على الحراس وقال لهم يقفوا، بس حد سبقه وقال لهم يقفوا فورا. لما الحراس لفوا وسألوا مين، بنت ظهرت وقالت لهم إنهم المفروض يبقوا الحرس الملكي، وإنهم مش المفروض يحموا الشعب. وسألتهم: إزاي بتستخدموا العنف ضد عيال صغيرة؟ وهي بتتكلم سيمون كان جواه دوشة مشاعر مختلفة بتتخبط فيه، ولما بص عليها حس كأنها كاترينا. البنت قالت: العيال دول ليهم حق يتحموا زي أي حد تاني. وسيمون قعد يفكر لو ممكن تكون فعلا اتجسدت من تاني. الحراس قالوا حتى لو هي أميرة مفيش فايدة من مقاومتهم، لأن الكاونت بنفسه اللي أمر بكده، وإنها أكيد عارفة قد إيه الناس بقت هجة بسبب اللاجئين الكتير. الأميرة سألتهم: هو أنتوا بجد شايفين إن حبس الناس زي البهايم في مكان ما يتعش فيه ده الصح؟ دول أطفال غلابة فقدوا بلدهم وأهلهم، ولو حد فيهم غلطان
يبقى أنا أول واحدة تتحاسب، علشان أنا أميرة مملكة فولجا، يعني واحدة من اللاجئين اللي جاية تحتمي هنا. الحراس قالوا إنها لو فضلت على كده هتعمل مشاكل، وإنهم مش بيعملوا كده من نفسهم، بس دي أوامر. فيليب قال لسيمون الوضع بيكبر، أنت شايف كده ينفع؟ سيمون قال له أنت عارف دي مين؟ فيليب قال طبعا دي مشهورة جدا في مملكة فولجا، الأميرة اللي مش فارق معاها نظرة النبلاء ولا كلامهم، بس مش عارف إيه اللي جابها هنا. سمعت إن المملكة بتاعتها راحت في داهية، عمري ما تخيلت إني أشوف أميرة عاملة كده، ونعرف إن اسمها راينا. سيمون كان مذهول، مهما يبص عليها هي شبه كاترينا بالظبط، وقعد يفكر إزاي ممكن تكون لسه شبهها كده حتى لو اتجسدت من تاني. الحراس قالوا لراينا وقالوا لها أسفين، بس مش هننفع نسيبك تعملي كده، وقاموا ماسكين دراعها. هي قالت بتعملوا إيه؟ وواحد منهم زقها بإيده وقعت على الأرض، وسيمون جواه حاجة اتكسرت، وجري على الحارس وقال له ابعد إيدك الوسخة عنها، وبدأ يضربه ضرب مبرح، وإيديه متعورة، وهو بيقول حتى لو الزمن بيجري والدنيا بتتغير لازم كل يوم في ناس تتعلم الأدب، وهو بيضربه بوحشية، وبيقول الزبالة دي مش بتتعلم غير بالعنف، وده اللي مضايقني إنهم مهما تعمل فيهم بيفضلوا موجودين. راينا مسكت دراعه وقالت له كفاية مفيش داعي لكل ده، وكان هيقول لها كاترينا بس وقف. واحد من الحراس قال ازاي يتجرأ ويهجم على واحد مننا، وطلع سلاحه. الحارس قال له واضح انه مش بيخاف من قانون الامبراطورية. فيليب قال له هو القانون ده اغلى من حياتك، وحط سيفه على رقبة الراجل. الراجل بدأ يتوتر، وبعدها مسك صاحبه وجري بيه وهو بيقول هتندموا على اللي عملتوه ده. فيليب نقر على لسانه وقال دي طالعة مانجا صيني ولا ايه؟ مستغرب انهم ما قالوش انت تطلب الموت ولا ايه؟ بعدها سيمون نادى على راينا وقال لها كاترينا بالغلط، وسألها انت كويسة؟ انا اسف كنت هفقد عقلي، كان لازم اساعدك من الاول. وهي قالت له انا اسفة، انت مين؟ وهو اتلخبط وقال ازاي يعني؟ انت كانت خايفة شوية من تصرفه، فقال لها يمكن شكلي اتغير ومش عرفتيني، هقولك على كل حاجة دلوقتي. قالت له مفيش داعي، ايه الفرق بينك وبين الحراس لما الاتنين بتلجأوا للعنف؟ حاول يشرح لها بس قالت الأهم انت شكلك لابسني في حد تاني، اسمي راينا مش كاترينا زي ما الحراس قالوا. فيليب قال يبدو ان سيادة الشاب غلط، احنا مش ناس غريبة ولا حاجة. وهو بيحاول يهزر معاها سيمون كان سرحان وباصص في ايده، وعينيه بدأت تتملي حزن، وقال استنيت سنين لوحدي، عارف انها عمرها ما هترجع، وبرضه وقعت لمجرد انهم شبه بعض. وبعدين واحد كبير جه وسأل راينا انت بتعملي ايه هنا؟ مش قلتلك في حاجة مهمة النهاردة؟ عارف انا تعبت قد ايه علشان الاقيكي. وده كان كبير خادمها فيكتور، وهي بدأت تشرح له، بس فيكتور اتعصب وقال اوعي تكوني كنت بتتخانقي وعلى الحراس تاني. بعدها فيليب بص لسيمون وسأله هما مين دول؟ سيمون قال له حتى لو مش أول مرة نتقابل أنا آسف، بس الدنيا هنا فيها ظروف معقدة، الأحسن تبعد عن الأميرة دلوقتي. سيمون قال ده كلام فارغ، مع إني فعلا فهمت الموضوع غلط وولعتها، بس ساعدتهم في الآخر، أنا مش كنت مستني شكر، بس على الأقل تقول شكرا. راينا فضلت تفكر، وسيمون قال يلا بينا، وفعلا هم مشيوا، وهي وفيكتور فضلوا بصين لهم وقالوا يلا احنا كمان. وراينا قالت هو عنده حق، أنا أصلا ما شكرتوش. بعدها احنا في حلبة جيجان، مش شكلها كبيرة كفاية علشان الوحوش دي، بس هنشوف. المعلقين بيقولوا إن القتال مولع، وسيمون وفيليب في وسط الجمهور راحوا لقعدتهم، وسيمون قال المعركة خلصت، وفعلا واحد من الجيجانس وقع بعد ضربة. الجمهور كله هتف أدولف كسب. فيليب مش مصدق إن رهانه كسب تاني، وقال بالشكل ده هنفك كل ديوننا ونتغنى. سيمون قال دي سهلة قوي، أصل الجيجانس معمولة بسحر الجولم، وأنا بعرف أشوف تدفق المانا جواهم، فبعرف مين هيكسب. والمعلقين قالوا إن الماتش اللي جاي هيبقى مذبحة، واحد اسمه سافيج ضد واحد اسمه ستينج. فيليب قال إنه غالبا هيقدر يتوقع إيه اللي هيحصل المرة دي كمان، وسأل إزاي ستينج اللي كسب مرة وخسر 5 مرات ممكن يكسب سافيج اللي معاه 28 فوز وخسارتين. سيمون قال إن مع إنه ممكن حد يكسب حتى لو الفرق في القوة كبير، بس باين إن الماتش ده هيكون تافه. المعلقين بدأوا يقدموا المقاتلين، وإحنا بنشوف واحد منهم ومعاه فاسين متقاطعين، وتقدم لنا السافيج اللي بيحارب بفاسين واللي بيقوده راجل اسمه براين. سيمون اتصدم من ده، ولما المقاتل ده ظهر اتقال عليه العملاق المحظوظ. المعلقين قالوا انه كسب الماتش اللي فات بمعجزة. فيليب قال انه حظ السيء هو انه كسب الماتش اللي فات علشان دلوقتي هيلاعب سافيج. وتقدم لنا ستينج واللي بتقوده واحدة اسمها كارين. سيمون باين عليه انه مهتم وقال انه لازم يراهن بكل اللي معاه على ستينج. فيليب سأله ليه، وقال من سافيج اكيد هيكسب الماتش ده، بس عيون فيليب كانت بتقول حاجة تانية خالص. هو شايف الهالة وقدر يميز ان ستينج اقوى بكتير من اللي كانوا بيحاولوا يبينوه للناس. فسافيج طرف الهوا وستينج صده، والمعلقين اتفاجئوا بيقولوا ايه اللي بيحصل. واضح ان ستينج بيقدم عرض غير متوقع خالص، توقعات كلها انه هيتسحق، بس لا،
ستينج بيصدي كل ضربات سافيج. سافاج ضحك وقال إنهم كانوا فاكرهم مبتدئين، بس واضح إن عندهم شوية مهارات، بس ده لسه مش كفاية علشان دخل عليه بضربة مدمرة خلت دراع من دراعات ستينج يطير. الجمهور اتفاجئ، حتى فيليب قال مستحيل اللي بيحصل ده، بس سايمون كان محتار لأن ستينج عنده تفوق في تدفق المعنى ومع كده مش بيستعملها خالص. سافاج ضحك وقال لستينج إنه يقوم، رجليه لسه سليمة ولو مش ناوي يقاتل تاني هو ممكن يريحه ويخلص عليه، ورفع فأسه لفوق. فيليب بدأ يهلع بيقول هنعمل إيه؟ الفلوس كلها هتروح. الكل كان بيتفرج وسيف سافاج نازل على ستينج، بس وقتها عينيه بدأت تنور وأخيراً استعمل المانة بتاعته، بس يمكن يكون فات الأوان. فأس سافاج نزل على الأرض وكسرها، بس لما بصينا لقينا مفيش حد تحتها. ستينج سأل انت كنت عارف انك تقدر تعدل وضع السرير في ماتش الجايجنت لحد أول 30 ثانية ودلوقتي الوقت ده عدى ومفيش تمويل تاني للإصلاحات. ستينج مد إيده وظهر دايرة سحرية واستعمل قدرة اسمها فاير بلاست وولع في سافاج حرفياً. المعلقين مش مصدقين، بيقولوا ليه اللي بيحصل؟ عندنا حدث غير مسبوق. البطل اللي كسب رغم ان النسبة كانت 1-20 كسب بالمهارة البحتة والتوج. جايجن سافاج وقع على الأرض. فيليب بدأ يصرخ بيقول إنه كان مصدق فيهم من الأول، بس سايمون مستغرب إنهم فعلا استخدموا سحر وبيقول ده مستحيل. فيليب سأله إيه اللي محيره وقال إن كاتب ستينج كارين أكيد كانت رون نايت. مش كتير من الجايجنز بيستخدموا سحر، بس غالبا كانوا مخبيين قوتهم علشان يرفعوا نسبة المراهنات. سايمون قال ده مش المهم، الأساس في نظرية استخدام السحر من خلال الأسلحة دي هو اللي اخترعها، والطريقة دي مهما مر الوقت مفيش حد يقدر يكررها علشان هو خلصها باستخدام السحر الأسود. بعد كده رحنا للهانجر بتاع الجايجنز. فيليب سأله هم بيعملوا إيه هنا وقال له لازم نرجع بسرعة، لكن سايمون قال له يسكت علشان هو بيفكر وفيليب مش بيساعد خالص. بعد كده سمعنا فيكتور بيقول لريا إنها لسه تقدر تغير رأيها وسألها إزاي داخلة ماتش ضد جايجن زي ده، وقال إن الماتش ده أصلاً ما كانش لازم تقبليه من الأساس. ريا قالت إن مرتزق زي أندريه مش هيواجه مشكلة إنه يركب مستر علشان يقاتل الجايجن بتاع الكاونت. فيليب وسايمون ما كانوش فاهمين إيه اللي بيحصل. فيكتور كمل وسألها ليه وافقت على تحدي متهور كده، وقال لها إنها هتضطر تتجوز الكاونت لو خسرت، دي مش حاجة سهلة المفروض تاخدها بخفة. هي قالت إنها فكرت كويس قبل ما توافق، وإنه لو كانت رفضت عدد كبير من اللاجئين كانوا هيموتوا من الجوع، وإن الطريقة الوحيدة تنقذهم بيها هي دي. فيكتور سألها إزاي التضحية بمستقبلك تعتبر حل، خصوصاً إن الجايجن بتاعك بيتفكك حرفياً، وقال إنه باين جداً إنها هتخسر، ومع كده هي عايزة تحمي اللاجئين للدرجة دي، لدرجة إنها مش مهتمة بحياتها. وسألها ليه مش عايزة تحمي نفسها. سايمون قال لفيليب إنهم يمشوا، هو خلص اللي وراه في الهانجر ولازم يروحوا. وهو ماشي شفنا الجايجن بتاع ريا في الخلفية وقال هي مش كاترينا وأنا مش محتاج أتدخل، بس فجأة سمع راجل بيقول الأميرة بتبيع نفسها، فوقف مكانه. الراجل كمل وقال الكونت ده راجل ما بيقفش عند أي حاجة علشان يحقق اللي عايزه، وهدد اللاجئين كتير قبل كده ومن غيرها اللاجئين هيبقوا ضايعين، ولو هي مش غيرت حجر المعنى بالكامل الجايجنت مش هيشتغل أصلاً، وحتى لو اشتغل الفرق في المواصفات بينه وبين جايجنت الكونت مناكي كبير جدا ومفيش أمل إنها تصمد قدامه. قال لها لازم تسمعي كلام كبير الخدم بتاعك. ريا ردت وقالت إنها عارفة كل ده بس مش هتستسلم، ولو خسرت وهي ما حاولتش هتعيش ندمانة. وبدأت ترتعش وتعيط وسألت مين تاني هيقف علشان الضعفاء. سايمون رجع وسأل لو ممكن يبص على الجايجنت. ريا اتفاجئت وسايمون قال إن حجر المانا جوه الجايجنت ده لسه ممكن يشتغل. فجأة فيكتور طلع سيف من ولا حاجة وقال لريا إنها تقف وراه، وقال إن اللي حصل ده مريب وممكن يكونوا قتلة مأجورين من الكونت مناكي. سايمون بدأ يتعصب وقال هو الراجل العجوز ده ليه بيستفزني، لكن فيليب ضحك وقال له يهدى وعرفه على سايمون باسمه الحقيقي لوك دون، الوارث رقم 15 من عيلة لان واللورد الحالي. فيكتور سأله ازاي يصدق الكلام ده، وريا قالت له يهدى وبدأت تمشي ناحية سايمون وقالت انها عايزة تعتذر عن طريقته في اول مقابلة، وانه واضح انه سمع حكايتها وهي مكسوفة تعترف بس مفيش حل تاني، وطلبت منه يساعدها. لا هي بتتوسل له. سايمون قال ماشي، وإيده كانت ماسكة خنجر صغير بيقول إنه المرة دي مش هيسيب مجال للغلط وهيوريهم قدراته بجد. وهو ماشي ناحية منطقة القيادة في الهيجانتي، المهندس بيتنهد وبيقول إن تصليح الهيجانتي مش أي حد يعرف يعمله. زميله بيقول إن في سبب إنهم بيتسموا سحرة الحديد وإنه كده هيبوظ الهيجانتي أكتر. مش مصدق إن الأستاذ بيتعرض للموقف ده بس علشان في نبيل شايف نفسه زيادة عن اللزوم. فيليب بيقرب منهم وبيسألهم لو يحبوا يراهنوه. بيراهن ب10,000 بيسو إن اللورد الصغير بتاعه
يقدر يصلح الهيجانتي اللي هما الاتنين مش قادرين عليه. بيردوا عليه ويسألوه ليه أصلا ياخدوا رهان زي ده؟ فيليب بيضحك وبيقول ده معناه إنهم خايفين. المهندس بيقول يبقى يضعفوا الرهان لأنه داخل. ريا بعدين بتسأل فيليب سؤال وده بيخليه يتلبك علشان بيتكلم مع واحدة ست. بتسأله لو أداة زي دي بتستخدم فعلا في تصليح الهيجانتي لأنهم لاحظوا إن سيمون ماسك خنجر. فيليب بيبدأ يعرق من التوتر. سيمون وقتها بيرفع الخنجر ويضرب بس على إيده، ولما الدم بيبدأ يطير فيليب بيحتاس ويصرخ من الخضة، لكن سيمون بيتنهد وبيقول له يكمل تفرج. دمه بيبدأ ينزل على الماكينة. فيليب بيبص وبيقول لنفسه هو أنا لسه شايف اللورد الصغير بتاعي بينتحر قدام الناس دي كلها؟ لكن واحدة واحدة دواير سحرية بتبدأ تظهر حوالين مير كأنها بتنحني لإرادة سيمون. كل حاجة بتبدأ تندمج في قلب الهيكل اللي زي الموتور وبيشتغل. بعد شوية هالة حمراء بتبدأ تلف حوالين مير. سيمون بيمد إيده وبيصرخ بيقول للهيجانتي انهض، وإحنا بنشوف الدايرة السحرية اللي عملها وهي بتكمل التصليح كله باستخدام دمه. بعد كده بيجي فلاش باك لليلة في قلعة ملك الشياطين، وبنشوف سيمون تعبان وجنبه جثث الجوليمز. بيقف قدام واحد منهم وبيقول له بجد ناوي تقع في مكان زي ده؟ انت كائن خالد، المفروض تسحب أعدائك معاك الجحيم. بيبدأ يطلق هالته وبيقول له يستجيب للنداء تاني. جسم الجولم بيبدأ يعيد بناء نفسه عن طريق امتصاص باقي الجثث اللي حواليه. المرة دي شكله قوي جدا وبيطلع زئير. الفلاش باك بينتهي وسيمون بيفتح عينه والهيجانتي دلوقتي جاهز للقيادة. فيليب بيقول زي ما توقعت من اللورد الصغير، أنا أمنت بيه من البداية. الاتنين مهندسين بيقعوا على الأرض من الصدمة وبيقولوا إن ده مش ممكن. حتى رينا وفيكتور متفاجئين وبيسألوا إزاي قدر يعمل كده. واحد منهم بيقول إنه مش مصدق إنه قدر يحيي بلورة سحرية ميتة وإنه عمره ما سمع عن ساحر يعمل حاجة زي دي. بيقولوا إن القارة، لأ، العالم كله هيندهش بالحدث التاريخي ده. فيليب وهو فرحان بيقرب من سيمون وبيقول له بجد ما فيش حاجة اللورد الصغير مش بيقدر يعملها، حتى لو قال لي يقدر يعمل جولم من الصخور هصدقه، ومش عارف إنه فعلا يقدر يعمل كده. واحد من المهندسين بيقول إن ده مستحيل ولازم يكون خدعة، رسم دايرة سحرية بالدم وتفعيلها شبه جدا السحر الأسود. فيليب بيتنرفز وبيقول لهم إزاي تجرؤوا تقولوا إنه وريث روح لانك بيستخدم سحر أسود؟ المهندس بيرد وبيقول إن مهما بص على اللي حصل ده الاحتمال الوحيد. سيمون بيقول لهم إن مفيش مشكلة وهيشرح الحقيقة بنفسه، وبيبدأ يمثل تمثيل فظيع وبيقول إنها تقنية سرية جدا متوارثة في عيلته ومخبيينها بقالهم حوالي 500 سنة. المهندسين بيتساءلوا إزاي عيلة سيافين يكون عندهم سر زي ده، بس رينا بتقول لهم إن ده مش المهم. حتى لو كانت سحر أسود هو لسه منقذ حياة ناس كتير وهي مش عارفة تردله الجميل إزاي. بتحب تعتذر تاني على اللي حصل المرة اللي فاتت. بيرد عليها إنه عادي ومش غريب إنها تسيء المفاهمة. بتمسك إيده وبتقول له إنه اتعور بسببها وحابة تعالجه على الأقل. بيرد عليها إنه لو ده هيريحها يبقى تمام. وفجأة راجل بيجري على الهنجر وبيقول فيه مصيبة كبيرة. فيكتور بيسأله إيه اللي خلاه يجي يجري ويزعق كده. الراجل بيقول له اختفى، دورت في أوضة الانتظار وفي السكن كله مش لاقي الفارس ولا أندريا. بعد كده المشهد بينقل لشوية رجالة بيتكلموا، واحد فيهم بياكل والتاني بيقول له إنهم نجحوا في كسب أندريا، يعني الأميرة دلوقتي مفيش عندها فرسان تقدر تستخدمهم. واضح إنهم somehow صلحوا الهيجانتي بتاعهم. الراجل بيحط الكوباية وبيقول مش كانوا قالوا لي إنها مش هتشتغل؟ التاني بيقول له هو كمان كان فاكر كده. الراجل بيخبط الكوباية على الترابيزة ويضربه بالقلم ويوقعه وبيقول له بره انت مطرود. وأخيرا بنتعرف على الكونت مونيك. مونيك بيسأل رجالته لو في أي متغيرات تانية وكلهم بيدخلوا في حالة ذعر وبيقولوا لأ. مونيك بيقول إن ما ينفعش يبقى فيه احتمال ولو بسيط، مش لحد ما رينا تبقى بتاعته بالكامل، وساعتها الكل هيعرف هو مين السيد مونيك ده. المشهد بيرجع للأرينا لآخر ماتش في اليوم، والماتش بين إم وأكيليس. المعلقين بيقولوا إن في فرق مهول ما بين الاتنين.
كنت مونيه المقاتل بتاعه أخيل هو بطل أراضي اللامر ومحقق 70 انتصار من غير ولا هزيمة. محدش عارف مستر ناوي يعمل ايه قدام البطل ده، بس الأغلب إنه مش هينجح. في مشكلة تانية كمان، وهي إن مستر مش ظاهر أصلا في الساحة وممكن يكون ساب المباراة وهرب. الناس اللي في المدرجات بدأوا يتكلموا ويشكوا إن مستر خاف وجري، وبيقولوا إنهم عايزين فلوسهم ترجع. موني ضحك وقال هي راينا استسلمت ولا إيه؟ عشان مش معاها متسابق، عشان كده كان المفروض تقبل جوازها مني من الأول وتسكت. وبيقول إنه هيوريها يعني إيه تجرح كرامته. وبعد كده المشهد بيرجع تاني عند الهانجر مكان الجاينتس لما المساعد كان بيعيط على أندريه، وبيبان إن كنت موني لعبها عليهم وخدعهم. فيكتور بيقول إن أندريه تابع مخلص ليهم، وبيسأل يعني المفروض نصدق إن هو خان. المساعد بيقوله إن في ناس شافوه داخل معسكر الكونت، وحتى لو ما حسناش إنه سرق أندريه ففرق القوة ما بين الجاينتات من البداية واضح. راينا بدأت تقلق وتتوتر عشان ده معناه إنهم مش هيقدروا يدخلوا القتال. سايمون قال يعني لو هي مش هتشارك يبقى كده هتتجوز كونت مونيك بالعافية، ولا أنا غلطان؟ وقال كمان إنه لو ده فعلا الحل الوحيد فده هيبقى سخيف قوي، بس أنا شايف إني ممكن أساعد في الموضوع ده. راينا سألته إزاي، وفيليب قال أنا مش بشك فيك ولا حاجة، بس أكيد ما نسيتش اللي حصل آخر مرة لما حاولت تشغل جاينت. سايمون قال له بلاش قلق، أنا معايا خطة. وسمعنا بعد كده صوت خطوات مستر، والجمهور والمعلقين بدأوا يحسوا براحة شوية، وقالوا إنهم كانوا فاكرين إنه انسحب من القتال، لكنه دخل الساحة في آخر لحظة. وشفنا مونيه متضايق شوية وبيقول كنت فاكر مفيش فرسان باقيين في صف الأميرة، ورجالته قالوا له إنهم متأكدين إن مفيش حد. مونيه قال يعني كده تكون جابت مرتزق، مش معقول، واللي سايق ده أكيد مش فاهم قيمة المعركة دي، وبرضه مش قادر يصدق إن في حد عنده الجرأة يقف مع الأميرة جوه أراضيه. وبعد كده شفنا راينا وفيكتور أخيرا وصلوا المنصة بتاعت المتفرجين، وسألته المعركة بدأت؟ قال لها لا ولسه عندنا وقت. راينا قالت ممكن ده يطمن شوية، بس ده كده بجد من أول نظرة الفرق بين حجم الجاينتات مرعب، وكمان اللي قصادهم ده بطل أراضي اللامر. والمفاجأة إن اللي جوه الجاينت مش سايمون أصلاً، وسايمون بيطمنهم وبيقول لهم هيبقى تمام. وبالرغم إنه شكله طيب كده، طلع اللي سايق الجاينت هو فيليب. سايمون شكره وقال له أنت فعلا شاطر. فيليب قال أنا مش فاهم أنا بعمل كده ليه أصلاً. المعلقين قالوا كده بما إن الجاينت اللي كنا متوقعين ينسحب ظهر في الوقت المناسب، المعركة هتبدأ دلوقتي. والمتفرجين بدأوا يتسألوا يعني الجاينت ده فعلا هيدخل يقاتل أخيل؟ وفي واحد انفجر من الضحك وقال أنا مش مصدق. وبعدها الناس كلها ضحكت وقالوا كانوا جريوا من الأول، وكمان مش مصدقين إنهم بيقولوا على الخردة دي جاينت ده أصلا يتحرك. أخيل قال أنا هسقف لك عشانك ما هربتش، بس خليك فاهم يعني إيه معركة عشان أنا مش ناوي أرحمك. فيليب قال مش هتعرف غير لما تشوف. أخيل قال طيب خلينا نختبر الثقة اللي عندك دي، وضرب بالمطرقة بتاعته الجامد ناحية مستر. فيليب اتحرك على جنبه وقال زي ما توقعت قوته مناسبة لحجمه، بس قال كمان إن ده مش معناه إنه هيكسب، ونط في الهوا وقال حتى لو أخيل كبير وقوي مش معناه إنه مقاتل شاطر. بس أخيل لف بسرعة وراح ضارب عليه ضربة مرتدة وهو لسه في الهوا. فيليب اتفاجئ من سرعته وقال ده سريع قوي على حجمه ده، واضطر إنه ينزل تحت الضربة. أخيل قال ما كنتش متوقع تهرب منها، بس من اللي شفته كده واضح إن الثقة اللي عندك دي ملهاش لازمة. فيليب قال ده كان في منتهى الخطورة وبدأ يعرق وقال الوضع كده بايظ. المعركة فضلت شغالة، والمعلقين قالوا إن أخيل بيهاجم ورا بعضه عامل وابل ضربات ناحية مستر، بس لحد دلوقتي مفيش أي ضرر حقيقي. وسواء أخيل بدأ يتعصب وضرب تاني على دماغ مستر، بس فيليب بيقدر يعمل حركة شبه الماتريكس كده ويتفاداها. والمعلقين بيقولوا إنهم كانوا فاكرين إن الماتش ده هيخلص بسرعة، بس واضح إن ده مش هيحصل عشان مستر ما اتضربش ولا خبطة لحد دلوقتي. فيكتور بيقول إنهم مش هيكسبوا وهم بيجروا كده على طول، وراينا بترد عليه بعصبية وبتقوله إنه ما ينفعش يتكلم كده لأن فيليب قاتل قوي. وسايمون قاعد مكانه كده وبيقول إنه سمعهم وهم بيهمسوا. وبالرغم إن فيليب قبل كده واجه فرسان كتير في حياته، يعني مفيش شك إنه فارس قوي، بس هو هيحتاج يعلمه درس بعدين عشان اللي بيعمله ده كله جري وهروب. فيليب بقى في دماغه بيفكر وبيقول هو الراجل ده مش ناوي يتعب ولا ايه؟
وفجأة بياخد وضع استعداد وبيهجم هجمة مفاجأة وبيضرب بالسيف على صدر أخيل. أخيل بيصدها بسلاحه بس بيتجمد في مكانه ثانية، وبعدين بيطلع نية قتل جامدة كده وبيقول له كده يعني انت ناوي تحارب بجد؟ وفيليب بيرد عليه ولا في الأحلام. أخيل بيرفع المطرقة بتاعته لفوق وبيقول إنه من اللحظة دي هيبذل كل اللي عنده، والمعلقين بيقولوا إن دي غالبا ضربته القاضية وبيسألوا هل فيليب هيقدر يفلت منها كمان؟ فيليب بيبص لفوق وبيقول الموضوع المرة دي مش هيبقى لطيف، وبعدها بيحصل انفجار في المكان اللي أخيل ضرب فيه. عشان التراب والدخان اللي اتطير محدش قادر يشوف حاجة، بس أخيل كان حاسس باللي بيحصل وبيقول ده مش معقول، الراجل ده مستحيل يكون بعيد كفاية عشان يتفادى الضربة دي، إزاي عمل كده؟ وفيليب بيقول عمي روجرز هيقتلني لو عارف، بس ما عنديش خيار، لازم أكسب لأن الشاب اللورد حاطط أمله عليا، وأخيل ده هيندم على اللحظة دي طول عمره عشان أنا هطلع له كل اللي عندي. وساعتها الهالة حوالين مير بتبدأ تتغير. قائد أخيل بيضحك وبيقول إنه متحمس شوية بسبب الهالة اللي بيطلعها مير، وإنه كان حاسس من حركته إنه أخيرا لقى قاتل قوي يستاهل. ساعتها مونيه بتدخل وتزعق له وتقول له أنت بتعمل إيه بالظبط؟ قائد أخيل بيبدأ يتوتر، ومونيه بتسأله لو هو فعلا مش قادر يتغلب على خردة زي دي، وبتسأله لو هو فاهم هيحصل له إيه لو خسر. القائد بيقول إنه آسف إنه خايب أملها، بس من دلوقتي هيوريها أداء يرضيها، وهو بيظبط الطاقة بتاعت الجاينت بتاعه، وبنشوف المؤشر بيجري على الآخر والهالة بتاعته هو كمان بتطلع. أخيل وسع رجليه ووقف استعداد وبيقول إنه كان نفسه يقابل خصمه ده في يوم تاني كده نزل نضيف، بس اليوم مش اليوم ده. بعدين بيقفز من على الأرض وبيجري ناحية مير وسلاحه مرفوع ورا. فيليب بيقول هيبقى مشغول قوي بعد المعركة دي، مش فاضي لأي نزال تاني، وأخيل ينزل بالضربة في المكان اللي كان واقف فيه فيليب، لكنه بيتفاجئ إن مير ما اتضرش ولا حاجة. وساعتها بنكتشف إن دراع أخيل نفسه اتقطع وهو مش فاهم إيه اللي حصل. أخيل بيقول الهالة دي والسرعة دي أكيد بتفكرني بحاجات قديمة، هو اختفى من 3 سنين لكنه أسطورة ساحة الجاينتس اللي كان بيتلقب بالسيف الشبح بتاع الفارس الأسود. وهو بيعدي تاني من خلال أخيل، فيليب بيقسم الربوط نصين بضربة واحدة، والمعلقين مش مصدقين اللي حصل وبيقولوا إن ده حدث غير مسبوق، وإن أخيل اتعطل في لحظة، وإن مستر هو اللي كسب، ومش قادرين يصدقوا إن اللي ما كانش حد متوقع له حاجة هو اللي كسب في الآخر. الجمهور جند نون وابتدى يهتفوا باسمه ويخبطوا برجليهم على الأرض. طيار أخيل بيضحك وبيقول إنه ما كانش متوقع يقابل الفارس الأسود تاني، وفيليب بيسأله أنت تعرفه؟ فالطيار قال له إنه قابل فرصة يقاتله في الساحة الملكية من 3 سنين وبعدها اختفى فجأة بعد ما عمل رقم قياسي مجنون، وسأله بيعمل إيه في مكان زي ده؟ فيليب رد وقال له إنه الفارس الأسود فده طبيعي يساعد أي حد محتاج. الطيار ضحك وقال له عندك حق. فيليب اعتذر له وسأله لو يقدر يخلي موضوع إنه هو الفارس الأسود سر، فالراجل قال له إنه مش فارقة معاه، هو كده كده هيتفصل. وفيليب قال له غلطتي يا صاحبي. فيكتور بدأ يعيط وهو بيقول لراينا إنهم كسبوا، وسايمون كان متوقع النتيجة من الأول، وراينا كانت مستغربة وبتسأله هو فيكتور بيعيط ليه، وسايمون ابتدى يبتسم وهو بيبص لها وبيقول أهو كده تمام، ونزل على الهانجر وقال إنه أخيرا يقدر يسيب المكان ده وهو مرتاح البال. راح على منطقة المراهنات وبص على النسب وابتدى يبتسم وقال القمار كله في السكة، النسب كانت 21-1 وأنا راهنت بال10,000 اللي جمعناهم من أول ما بدأنا. وقال إن الدنيا فعلا سهلة لما تيجي تكسب فلوس، وورانا كمان بداية الرصيد بتاعهم وقد إيه كسبوا، وقال إنهم وصلوا ل210,000 بعد ما كانوا بادئين ب3,000 بس. رجعوا لمينا المدينة، وسايمون قال تاني يبدو إن وقت الرحيل جه، وراينا قالت إنها مش عارفة تشكره إزاي على كل اللي عمله، فرد عليها مفيش داعي، إحنا بس ساعدنا ناس كانوا محتاجين المساعدة. هي قالت له أكيد كان صعب عليك، وقالت إنها كانت تتمنى تقدر تعبر عن امتنانها بطريقة أحسن، فضحك وقال لها عادي انت كده عبرتي كفاية، لو ما كنتوش قابلتوني ما كنتوش كسبت كل ده. وبصراحة قال إنه كان يتمنى يفضل أكتر، بس بعد اللي حصل الأفضل يختفي قبل ما حد يعرف هويته. هي قالت إنها دلوقتي بدأت تفهم الصورة الكاملة، وإنها بس بتتمنى اللي حصل ما يعملش مشاكل له. قال لها ما تقلقيش، بس الأفضل إنك تسيبي المنطقة في أسرع وقت، لأن مونيك لما بيدخل في حاجة مش بيستسلم بسهولة، وأكيد بيخطط لحاجة دلوقتي. فيكتور قال إنه عنده حق، وإنهم لازم يمشوا دلوقتي قبل ما يلاقوا سبب يخليهم يتحبسوا،
سيمون قال إنه فاهم إنها قلقانة على اللاجئين، بس حتى لو فضلت مش هتقدر تساعد الكل. لو بتفكر في مستقبل أحسن، الأحسن تاخد خطوة لورا دلوقتي. هي ردت وقالت إنها عارفة، بس ده صعب عليها. حتى لو باين إنها عنيدة وغبية، مش قادرة تسيب شعبها من غير حد يحكمهم أو يسندهم. حتى لو تقدر تساعد شوية بس هتعمل كده. سيمون ابتسم وقال فاهم، وسلم عليها وقال لها خلي بالك من نفسك. قالت له إنها بتتمنى رحلته تبقى آمنة، وهو رد وقال إنه مستني اليوم اللي يقابلوه فيه تاني. وهم راجعين، فيليب قال إنه بعد ما خلص كل المشاكل دي فاضل بس يرجع ويتوج بطل، بس مش فاهم ليه سيمون جاب المهندسين الوحشين دول، وكان المفروض ياخد منهم فلوسهم وخلاص. سيمون قال له إنه قال له قبل كده إن مفيش سحرة حديد في أراضينا، وفيليب رد يعني تقنيا لأ. فسيمون سأله طب إزاي ناويين يصلحوا العملاق من غيرهم؟ فيليب قال له إنه كان فاكر إنه هيصلحه زي ما عمل مع مستر. سيمون تنهد وقال له أنت تعرف ترجع حجر المنى لوحدك يا غبي، وقال إنه في سبب يخليه لسه تحت في سلسلة القيادة، وقال له كفاية رغي ويحمينا بس. فيليب بدأ يعيط وقال يا عم أنت قاسي قوي. وبعدين بنشوف هانس في قصر لان، شكله متوتر وبيزعق وبيقول لحد انتوا بتعملوا ايه هنا وبتاخدوا حاجتنا؟ والمفاجأة انه داريان، وهانس قال له ما كناش لسه جاهزين، وداريان قال له كويس انك فتحت الموضوع. وكان مصدقه لما قال انه هيسبد الدين الكبير ده. في الاخر خانهم كلهم وهرب في نص الليل، فبيقول ليه انا اللي لازم استنى؟ ساعتها فيليب ظهر وراه فجأة وناداه فخوفه، وداريان سأله انت مين؟ فيليب عرف نفسه وقال انا الفارس المرافق للسيد الشاب. داريان بدأ يبص حواليه يدور على سيمون مش شايفه، فسأل فيليب انت لوحدك؟ هو فين؟ فيليب قال له انا في الحقيقة جاي اسلم حاجة، وفتح صندوق مليان ذهب. داريان قال مستحيل، ده ما عداش حتى اسبوع. لكنه لقى ان فيليب قدر يجمع اكتر من ال30,000 اللي كان مديون بيهم. حتى المهندسين بقوا ينادوا فيليب بسيدنا، وسألوه كده تمام ده كفاية؟ وهم بيخرجوا الفلوس من العربيات، فيليب قال لهم يا أغبياء مش شايفين ان اللورد داريان مشغول؟ يلا لموا الحاجة وحطوها في عربيته. فبدأوا فعلا يلموا ويشيلوا. داريان قال له مفيش داعي للسرعة، هستنى واخدها من السيد الشاب بنفسه. فيليب ابتسم وطلع ورقة طويلة زي ما قال، ونظف صوته وبدأ يقرأ، وقال له انه متأكد انك فعلا ناوي على حرقة جديدة صح؟ داريان استغرب وقال له بتقول ايه؟ فيليب قال له دي رسالة من السيد الشاب ليك، بيقول فيها ان بعد ما سددنا الدين فانت دلوقتي متعدي على ممتلكاتنا، ولو ناوي تعمل دوشة يبقى جهز نفسك. وكمل فيليب وقال طبقا لقوانين النبلاء الإمبراطورية أي نبيل يتعدى حدوده أو أراضيه يحق لصاحب الأرض إنه يعدمه فورا، فلو مش عايز تتقسم نصين أنصحك تمشي دلوقتي. وقال كمان في الآخر هنديك 3 ثواني بس تمشي فيهم. داريان اتنفض وطلع على عربيته بسرعة وابتدى يهرب، وهو بيزعق للناس اللي معاه وبيقول لهم انتوا بتهزروا مع الموت. فيليب قال على الأقل بيسمع الكلام وعارف هو قدام مين، وسمعنا روجرز بينادي عليه. فيليب قال خلاص الكل مبسوط دلوقتي بعد ما خلصنا اللي كان لازم نعمله، لكن فجأة لقى رد الفعل مش زي ما كان متوقع. روجرز بيجري عليه وهو غاضب وبيقول له ازاي تبيع تمثال السيد لان؟ حتى ديكسون قال مش هسيبك تفلت منها. بدأوا يضربوا فيه ويسألوه هو فين السيد الشاب؟ فيليب قال له ثانية بس أشرح، بس روجرز قال له رد على السؤال وما تلفش وتدور. فيليب وافق وقال لهم بالظبط فين. المشهد بينط الغراب بيطير في السماء، وبنشوف ان فيليب رجع لقصره الخاص، فتح البوابات ودخل، وهو بيبص حواليه بيقول المكان بايظ خالص، بس طبيعي محدش كان هيهتم بيه كويس. سقف بإيده والأنوار بدأت تشتغل، وقال الحمد لله إنه لسه واقف بعد 500 سنة، وقال اشرب كل مرة تذكرنا فيها السنين دي، وهو بيضحك. بص على السلم وقال المكان ده مليان ذكريات عن كاترينا، وابتدى يضحك وقال مهما حصل هفضل أحميه، بس الأهم دلوقتي. وهو رايح المكتبة حط إيده على رف الكتب وتنهد وقال يا رب لسه شغال. ابتدى يضخ الهالة بتاعته فيه، وبنشوف مكان سري بيبدأ يفتح، وقال كنت متأكد إنه لسه شغال، الأقزام شغلهم دايما مظبوط. وقال كمان إن اللي حصل كان أحسن من اللي كان متوقعه. دخل وابتدى ينزل سلالم، وقال أفضل طريقة تكسر بيها لعنة إن طاقتك المغية تبقى أقوى من اللعنة نفسها، ودي نصيحة سمعها من زمان قوي، ودلوقتي هي دي الخطة الوحيدة اللي عنده. كمل نزول وفتح باب تاني باستخدام طاقته، ولما الباب اتفتح قال عدى 5 قرون من آخر مرة جيت هنا فيها، وبص للشخص قدامه وقال له انت عملت شغل جامد في حماية البيت،